بسم الله بديت وعلى نبي صليت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. وقبل ما نبدأ الفيديو يا حضار، نوصيكم ونفكركم باش ديروا لي جيم وكومنتير ونروحوا لهذا الطبق الخفيف الظريف. وحنا في دارنا ديناها على ماني ربي يرحمها، نديروه بعد ما نكونوا مرضنا هكذا في الشتا. كي نمرضوا لا غريب لازم هذا الطبق، ومن بعد نزيدوا له فلفل كحل ويكون حر ناكلوه. يعني في فترة النقاهة هذا هو النوضو كي العود كما تقولنا يما تقولنا خرجتوا لمانكم ربي يرحمها. ربي يرحمها ويرحم يرحم جميع موتانا. المهم شوفوا درنا مقارون كوبي كيما شفتوا. هنا درت مرسوات تاع اللحم بكرير قطعتهم رقاق. كيما تقدروا ديروا الدجاج، كيما تقدروا ما ديروش كامل. وكو شفتوا مكونات تاعها ماشي بزاف بصح بنين. وتبعوا طريقتي ما نغليوه ما والو. هنا خليت اللحم تاعي دا لون وضفت له البصل، زوج حبيبات انا درت حبيبات صغيورين. وهنا رميت له وحده فلفل دريس، مع انه حنزيد الهريسه بصح درتو لاني نحب الحر وهذا الطبق خصوصا. هنا شوفوا درت 3 سنينات توم برك، لانه التوم الاخرى راح نستعملها مع الاخر. يعني كاين اللي يديروا بزاف غير بالثوم. احنا في البيت تاعنا والطبق يعني هدايا نديروه بالبصل. نقدروا نديروه بالبصل وحده، كاين نديروه بالبصل وحده، ولكن تبعوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم. زدت غير فلفل كحل، ملح وفلفل عكري، يعني ما نسحقوش توابل بزاف. وكما دايما نقولكم العكري نديروه مع الاول مع الزيت باش يعطي لون، ولكن هو سريع الاحتراق، يعني على هذيك ردوا بالكم كي ديروه. ما تقعدوش تدو تجيبوه بزاف قبل ما تمرقوه بشويه ديروه، ولا تقعد يديكم معاه. زيت الطوماطيش كيف كيف نديرها مع الاول باش كيف كيف تعطي لون وتقل المرقه وتنحى القروسيه. يعني نحمس كل شيء مع بعض. وهنا شويه ما نخافوش لانه البصل ريحته مليحه راح يطلق معاه. وزدت هنايا واحده جامبو دجاج كيما تقدروا تستغناو عليها. واهم حاجه التحماس يكون، يعني تحمسوا مليح حتى يدبل كامل هذاك البصل. وكيما تاني نقول لكم دائما البصل لو كان تمركو قبل ما يتحمس مليح يقعد هكذاك، يقعد يغزغز ويبان. لازم ان نحمسو مليح ومن بعد نمرق شويه قسمه يطيب لي اللحم، لانه درت اللحم بقري يبطى. هنا كي طاب اللحم تاعي درتو صغير شتو باش يطيب لي. نكمل نمرق قسمه نرمي المقارون. مرقوا مليح المقارون، خصوصا هذه النوعيه دوك نقول لكم عليها. يعني تحتاج طياب شويه زياده. انا ما نحبش المقارون طايب كيما نطيبو حنا جزائريين، كاين بزاف اللي يطيبوه حتى يتعجن. لا لا، نحب يعني كيما في الورقه يقول لك 9 دقائق ماكسيموم نطفيه. هنا شوفوا درت كاس ونص مقارون سيم. مقارون سيم دوكا راهو هايل، ما يتحرحر ويطول في الطياب ويقعد شاد روحه ويشرب لاصوص. ننصحكم به هاد الايام راهو هايل. نخليه يطيب ونروح ندير هذه العقدة ولا هذه. المهم شوفوا واش ندير. الثوم الصح كامل نديرها هنا. درت 3 سنينات ولا 4 من اللور، ونكمل السنينات التوعي اللي قعدوا لي. شفتوا درت راس لاباس به، يعني ما كبير ما صغير. نزيد ندير الطوماطيش تاع الباطا. ما قلت لكمش باللي هذا الطبق يحب الزيت ويحب الطوماطيش بالبزاف، لانه نعرفوا المقارون كي يطلق روحو يطلق نشا، خصوصا كي ما تغليوهش يبيض. لذلك ديروا الطوماطيش. اكو شتو درت مغرفه كبيره مع الاول ومغرفه كبيره دوكا. وندوزن كيما الاول عكري، فلفل كحل، طوماطيش، وندي هذا الدرسه تاعي الفوق النار.
ونقعد يعني ندي ونجيب فيها حتى ت تبدا تعطي الريحة الله الله. وتاني ما قُلتلكمش اللي يحب مثلًا ما دارش اللحم ويحب يدير الviande hachée ولا اللحم مكتفت يديرو في هاد الفترة، ومن بعد نمرّق شوية، يعني ما تمرقوش بزاف غير قِس ما يطيب هذاك التوم شوية. شوفوا هنايا الطوماطيش تاعي ماشي من نوع المليح، كان جاب لي باطاني نكمّل فيها. ومن بعد كي تغلي وتختار نجيب المقارون تاعي. هنا تاني المقارون تاعي كنت خليته طاب، كنت نخدم في حاجة واحدة أخرى، نورمالمون نخليه بالمرقة باش يجيكم واش نحكي لكم. ونضيف هاديك الدرسة اللي درتها نضيفها مع الآخر باش يقعد الذوق تاع التوم. وتاني ما قلتلكمش اللي يحب يدير الرند وزعترة يدير من الأول، أنا ما درتلهمش. وهاد الوصفة كنت عطيتها المشتركة في الخاص، كانت طلبت مني وعيطت لي وقالت لي واش نحكي لك خرج ما شاء الله. قالت لي وفي الدار كاع عجبهم. نقول الحمد لله يعني. وقالت لي حطي الوصفة، قلت لها يا المقارون نحطوه. قالت لي لا لا خرج ما شاء الله، حطينا الوصفة. كي جات والمت باش نحطها راني حطيتها. انتوما برك خلو شويه مرقه يجي ما شاء الله. انا قلت لكم كنت طفيت له خليته شرب، خصوصا مع هذا الشتاء. وفي الاخير نقول لكم تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم.